أتمنى وأقول من قلب محب مشفق لك أخي الإمام، عليك أن تقرأ الآيات بتدبر وتأمل حتى تستفيد وتفيد من خلفك من الناس. ويا ليتك يا من تستمع إلي تقرأ تفسير الآيات التي تقرأها قبل أن تقرأها على الناس حتى تتأثر بها وتعظ الناس بها. إذا كان أحد الجماعة قد بلي وبلغك عنه أنه مثلا يتعامل في الربا، اقرأ آيات الربا بتدبر وتأمل، وهذه أعظم موعظة له، أبلغ من محاضرات ودروس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم يتأمل ويعيد الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يتدبر هذه الآية لعل هذا الذي خلفه من المصلين أن ينزجر ويترك هذا الأمر ويعالج الناس بسائر الأمراض. وأنا أتمنى من له عناية وله ارتباط بالأئمة أن يكون هناك دورات لتدبر القرآن من الأئمة، لأن الإمام قدوة، وإذا تدبر الإمام القرآن فإن من خلفه سيتدبر، وهنا سيحصل خشوع. إذا أتوا يا أبا عبد الله الإمام عندما يقرأ مثلا في صفات الجنة وأهل الجنة، أو يقرأ في صفات ما سيكون يوم القيامة، في أحوال يوم القيامة وما سيكون فيها من الشدائد والأهوال، وحرك القلوب، لأن القرآن لو أنزل على جبل لخشع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما بال القلوب لا تلين وهي من لحم ودم؟ نحتاج أن نقرأ القرآن، وخاصة نقول أئمة يقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقرأ الإمام ويتدبر حتى يخشع من خلفه ويذهب الصدأ والذنوب التي على القلوب، ويترك معصية علام الغيوب جل في علاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا.